المقضي. قوة الأمر المقضي، قوة الأمر المقضي، قوة الأمر المقضي. ركزوا المادة 235. الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به نهائي ينشئ الحق في تنفيذه بالقوة الجبرية وفقا للشرع والقانون. هذا نص المادة 235 مع مراعاة ما ورد في نص المادة 294. قال تمام الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به نهائي ينشئ الحق في تنفيذه بالقوة الجبرية وفقا للشرع والقانون. المادة 237 قالت الأحكام تقرر ثبوت الحقوق أو عدم ثبوتها، أو تنشئ المراكز القانونية، أو تزيلها، أو تغيرها، كل ذلك من تاريخ النطق بالحكم، أو من تاريخ المطالبة القضائية، أو من تاريخ أصل سبب العلاقة. كلمة أصل حتى هذه هنا غلط، كلمة أصل. أو من تاريخ سبب العلاقة، كذا يقول، أو من تاريخ سبب العلاقة حسب مقتضى الحال المنصوص عليه في القانون. الأحكام هذا نص المادة 237. ركزوا يتكلم عن الأحكام التقريرية والأحكام المنشئة. يتكلم عن الأحكام التقريرية والأحكام المنشئة. لم يتطرق أبدا للأحكام الملزمة. لم يتطرق أبدا للأحكام الملزمة. قال تترتب آثارها من تاريخ النطق بالحكم، أو من تاريخ صدور رفع الدعوى، أو من تاريخ العلاقة. تترتب آثار الأحكام هذه التقريرية والمنشئة. نرجع للمادة 235. قوة الأمر، قوة الأمر، قوة الأمر، قوة الأمر، قوة الأمر. أنا بعطيكم النقطة هذه وركزوا عليها. قوة الأمر، حجية الأمر، حجية الأمر. لحظة أشياء أقول لكم حاجة. حجية الأمر، حجية الأمر، حجية الأمر، الأمر. هنا كلمة الأمر، هنا قوة الأمر، قوة الأمر. هنا كلمة الأمر تجمع على أمور. هنا كلمة الأمر تجمع على أوامر. كلمة الأمر في قوة الأمر المقضي لها مدلول آخر. لا، لها مدلول آخر. لها مدلول آخر. بناتي ليش؟ بناتي أنا أقول لكم ليش. قال مع مراعاة ما ورد في نص المادة 294 الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به نهائي ينشأ الحق في تنفيذه ولو بالقوة الجبرية. إذن هذا النص يتكلم عن أحكام الإلزام، لأنه قلنا أن أحكام الإلزام هي التي تقبل التنفيذ. التنفيذ الحكم التقريري والمنشئ لا يقبل التنفيذ. المادة 237 تكلمت عن الأحكام المنشئة والتقريرية. بقينا بالمادة 235 قال الأحكام الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي، لقوة الأمر المقضي ينشئ الحق في تنفيذه. ينشئ الحق في تنفيذه. إذن هذا يتكلم عن أحكام الإلزام. ما هو الحكم الذي يقبل التنفيذ؟ أحكام الإلزام. أحكام الإلزام هل تقبل التنفيذ؟ ليش أفردوا بالنص لحاله؟ ليش أفردوا بالنص لحاله؟ ما أدخلوا مع نص المادة 237. هذه تتكلم عن الأحكام التقريرية والمنشئة، وهذه تتكلم عن الأحكام الإلزامية القابلة للتنفيذ، وهذه تتكلم عن عاد الحين ما وصلنا في النقطة. شو وصلكم للنقطة؟ للنقطة هذه. لحظة. أنتم درستم في أصول الفقه أن الأمر ايش تعرفه؟ هو ما يقتضي الوجوب تقريبا. الواجب هذا الواجب أو الأمر هو الطلب على وجه الطلب على وجه الإلزام. على وجه الإلزام. على وجه الإلزام. تمام؟ هذا تعريفه الأصولي. هذا تعريفه الأصولي. وعندما تقول أمر ما حصل أمر ما، هذا هنا أمر بمعنى شيء أو حدث. تمام؟ فعندما قال الحكم الفاصل في الموضوع حائز لحجية الأمر، يحوز حجية الأمر المقضي، أي يحوز حجية الأشياء التي فصلت فيها المحكمة. التي فصلت فيها المحكمة. حائز لحجية الأمور التي فصلت فيها المحكمة. كلمة أمر هنا تجمع على أمور. كلمة أمر هنا تجمع على أمور، لكن
عندما قال الحكم النهائي الحائز لقوة الأمر المقضي، الحائز لقوة الأمر المقضي، أوامر تصدر فتتعلق. الأمر المقضي، الأمر هنا الحكم الحائز، الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي، قوة الأمر المقضي. الأمر هنا يقصد به الأمر القضائي، القضائي الصادر بالإلزام، الصادر بالإلزام، بالإلزام، ويجمع على أوامر، ويجمع على أوامر وليس أمور. لذلك نص المادة 237 تتعلق بأحكام الإلزام، وهذا التعريفات الذي يقول لك قوة الأمر المقضي تتعلق بالأحكام الاستئنافية، وأما الحكم طيب يعني هل كل الأحكام الاستئنافية تكون حائزة قوة الأمر المقضي؟ الحكم الاستئنافي إن شاء الله يكون صادر من المحكمة العليا، حكم تقريري أو منشأ لا يحرز قوة الأمر المقضي، لا يحرز قوة الأمر المقضي حتى وإن كان بات، لا يحرز قوة الأمر المقضي، لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا حكم الإلزام النهائي أو البات، يحوز قوة الأمر المقضي لأنه هو الحكم الذي ينشئ الحق بالتنفيذ الجبري، هو الحكم الذي ينشئ الحق بالتنفيذ الجبري. إذن هذه شروط سندات التنفيذ، شروط سندات التنفيذ. معانا شروط يعني هي تعتبر من البديهيات، شروط تعتبر من البديهيات، يعني أن يكون سند التنفيذ صادر من مثلا إذا كان حكم قضائي يكون صادر من المحاكم اليمنية، لأن سندات التنفيذ الأجنبية لها قواعد تنفيذ أخرى تختلف، لها قواعد تنفيذ أخرى. أيوة يجب يعني ننظمها قانون المرافعات. أولا يجب النظر إلى الدولة هل هي تعامل سندات التنفيذ الأحكام القضائية اليمنية بنفس المعاملة، تمام، وهل تعتبرها سندات، هل تعتبر سندات تنفيذية وفقا لقانون الدولة التي صدر منها هذا الحكم أو لا؟ نعم. وأن يكون صادر وفقا للشريعة الإسلامية وأن يكون كذا، تمام. لكن عندنا الأحكام القضائية اليمنية قد بديهية أنها صادرة وفقا للشريعة الإسلامية، تمام، قد هذه أمور بديهية، لأن من شروط الدعوة أن يكون الحق المطالب به مشروع، وأن يكون هذه شروط سابقة، هذه شروط سابقة، والأحكام القضائية تبنى عليها، بالنتيجة أن الحكم القضائي يجب أن يكون صادر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. هذه الشروط المتعلقة بسندات التنفيذ. الشروط المتعلقة بطالب التنفيذ، الشروط المتعلقة بطالب التنفيذ هناك مجموعة من الشروط البسيطة المتعلقة بطالب التنفيذ. أول شرط أن يكون طالب التنفيذ هو المحكوم له، هو المحكوم له نفسه، أو من حل محله قانونا، أو من حل محله قانونا. ما يأتي واحد يطالب بتنفيذ حكم والحكم ليس يعني ما هو طرف فيه، ولا إنه هو المحكوم له، ولا إنه حل محل المحكوم له. طيب قبل عدد الحين فترة بسيطة كنا نناقش مسألة هل لا يجوز للمحكوم له أن يتنازل عن الحق المحكوم له به لمصلحة طرف ثالث، بحيث يصبح هذا الطرف الثالث هو صاحب الشأن بالتنفيذ، صاحب الحق بالتنفيذ. طبعا وفقا للنصوص القانونية نعم يجوز ذلك، يجوز أن يتصرف بالتنازل، يقول تنازلت بالحق المحكوم له، تمام، يسمى المحيل إليه، أيوة المحيل إليه أو الموصى له أو الموهوب له أو كذا، تمام، لفلان بن فلان، فيكون هذا قد حل محل طالب التنفيذ. قد يكون نعم قد يكون بصرف النظر هذه المسائل يعود تحديدها وحسمها إلى قاضي التنفيذ. المسألة الثانية قد يأتي يطلب تنفيذ الحكم أحد المحكوم لهم، يكون المحكوم لهم 10، لكن الذي يجي يطلب تنفيذ واحد فقط. إذا كان الحق محل الحكم قابل للتجزئة فيقبل الطلب وتسير المحكمة بإجراءات التنفيذ، تمام، أيوة، المحكمة تقبل الطلب وتسير بإجراءات التنفيذ. أما إذا كان الحق لا يقبل التجزئة فيجب أن يقدم الطلب من جميع المحكوم لهم. وإذا قدم لحظة المحكمة تقوم بإجراء إعلان أو حتى تنصب عنهم إذا كان يقدر قاضي الموضوع مصلحة
طالب التنفيذ في الحق محل التنفيذ؟ وهل الأطراف الأخرى متعسفين بالامتناع عن تقديم طلب تنفيذ أو لا؟ يعني قاضي التنفيذ غير قاضي الموضوع. قاضي التنفيذ غير قاضي الموضوع. قاضي التنفيذ عنده صلاحيات واسعة في الإجراءات والقرارات التي يصدرها في حدود منطوق الحكم. يعمل الذي يشتي. يعمل الذي يشتي. هو مقيد بأمرين. منطوق الحكم والمداد المنصوص عليها في قانون التنفيذ. والإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ. هو مقيد بهذه الأمرين. في نطاق هذين الأمرين يعمل الذي يشتي. في حدود هذين الأمرين يصدر القرار، لأنه إجراءات التنفيذ ما هيش محاضرة جلسات. إجراءات التنفيذ مش محاضرة جلسات وقرارات، لا، إجراءات التنفيذ طلبات وأوامر. القاضي يصدر الأمر على نفس الطلب الذي يقدمه طالب التنفيذ. ما يقولش افتحوا محضر. الحين تمام؟ يقدم طلب بالسير بإجراء التنفيذ، القاضي يعمل أمر، الأخ معاون التنفيذ لتدليل الحكم وإعلان المنفذ ضده بالتنفيذ الاختياري. تمام؟ يقوم معاون التنفيذ يذيل الحكم ويعلن المنفذ ضده بالتنفيذ الاختياري. تمام؟ يجي يقدم له طلب ثاني، طالب التنفيذ اليوم الثاني. انه خلاص انا قد اعلنت وفق الافاده اننا قد اعلنت المنفذ ضده بالتنفيذ الاختياري واطلب من المحكمه السير باجراء التنفيذ القبلي. القاضي يشوف انه الاعلان عاد اليوم الاول، يقول له لا عاد التنفيذ عاد المده ما انتهت. تمام، روح على من عندي. يجي بعد ما تنتهي المهله، يجي بعد ما تنتهي مده الاعلان بالتنفيذ الاختياري يقدم طلب جديد. يشوف القاضي يرفق له نص الاعلان انه قد تم الاعلان بالتنفيذ الاختياري وانتهت المهله. القاضي ما يقولش افتحوا محضر، الان معاون التنفيذ للسير باجراءات التنفيذ القبلي مباشره. فهمتنا كيف؟ للسير باجراء التنفيذ القبلي. يقوم معاون التنفيذ يعمل دراسه للقاضي، يقول الحكم قضاء بواحد اثنين ثلاثه. تمام؟ قضاء بهدم البيت. تمام؟ يقول خلاص. يقدم له طلب، يرفع له مذكره، الاخ مدير امن المديريه يكون منكم توفير الحمايه اللازمه لمعاون التنفيذ والانتقال لهدم البيت. هذا التنفيذ. ما يجيش يقول لا افتحوا محضر يلا ويعلنوا المنفذ ضده ويقدم رجوع على طلب التنفيذ. معينه ولا لا؟ تمام. لحظه هذه انا ضربت لكم مثال. قد ياتي يقدم استشكال، قد يقدم منازعه. تمام؟ قد يقدم طبعا ملف التنفيذ غير ملف المنازعه، غير ملف المنازعه الذي هو الاستشكال. ملف التنفيذ ملف مستقل تماما عن ملف المنازعه، التنفيذيه. ملف التنفيذ يقيد فيه طلب التنفيذ والاعلام بالتنفيذ الاختياري والطلبات التي قدمت وصوره من اسناد التنفيذ مذيل بالصيغه التنفيذيه والاوامر التي اصدرها القاضي. هذا ملف التنفيذ. ملف المنازعه التنفيذيه ملف مستقل يقيد كما تقيد الدعوه وتعلن كما تعلن الدعوه ويعقد فيه القاضي جلسات ويفصل فيها بحكم. هذا ملف المنازعه. اما ما يجري في المحاكم يخلط لك ملف المنازعه مع ملف التنفيذ، لا، هذا غير صحيح. ملف المنازعه لحاله. ليش؟ ملف المنازعه لحاله وملف التنفيذ لحاله؟ لانه لما يصدر حكمنا المحكوم عليه سيطعن بالاستئناف. وعندما يطعن بالاستئناف يرسل ملف المنازعه لحاله وما يرسل ملف التنفيذ. الاجراءات تستمر حق ملف التنفيذ. اجراءات التنفيذ تبقى مستمره. نعم. ومن الذين يحلون محل طالب التنفيذ الورثه كذلك. قد يموت المحكوم له الحقوق التي يجوز. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قد يتوفى المحكوم له من صدر الحكم لمصلحته ويحل ورثته محله ويحق لهم ان يطلبوا التنفيذ والسير باجراءات التنفيذ. كذلك طبعا الورثه يطلق عليهم الخلف العام. وهناك خلف خاص ايضا يحق لهم ان يحلوا محل طالب التنفيذ المحكوم له. اذا اول شرط من شروط طالب التنفيذ ان يكون طلب التنفيذ مقدم من المحكوم له او من حل محله قانونا. الشرط الثاني من شروط طالب التنفيذ أنه يجب على طالب التنفيذ أن يتبع الإجراءات التي حددها القانون للتنفيذ. يعني ما يجيش ينفذ يشتي من القاضي يسير بإجراءات التنفيذ إجراءات التنفيذ القبلي مباشرة. تمام؟ ولا يريد القانون فرض على طالب التنفيذ قبل
أن يقدم طلب التنفيذ، أن يقوم بإعلان المنفذ ضده بصورة الحكم. يعني حتى القاضي لما يأتي ينظر إلى طلب التنفيذ، هل أعلنت المنفذ ضده بصورة الحكم؟ تمام. هل استلم صورة من الحكم؟ هل مدة الطعن لا تزال قائمة أو تمام أو قد انتهت؟ هل طعن بالحكم أو ما طعنش بالحكم؟ هل يعني القاضي يتحقق من كل الإجراءات هذه، ويتعين لذلك قبل أن يقدم طالب التنفيذ الطلب إلى قاضي التنفيذ يتعين عليه أن يقوم بالإجراءات هذه التي حددها القانون، المتمثلة بإعلان المحكوم عليه بصورة قبل أن يصبح سنة تنفيذ. يعني عاد الحكم ما هوش نهائي، عاد الحكم ابتدائي. فيقوم يقدم طلب تنفيذ. لا، قبل ما يقدم طلب تنفيذ اعلنه بصورة من الحكم الابتدائي وانتظر 60 يوم. إذا كان من الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف أو النقد ولم يكن مشمول بالنفاذ المعجل، تمام، ما في إجراءات تنفيذ. يجب عليه أن يقوم بإعلان المحكوم عليه بصورة من الحكم، ولا يسمى بصورة من السنة التنفيذي، لأن عدم هو السنة التنفيذي، ما لا يصبح سنة تنفيذي إلا بعد ما يصبح نهائي، وهو يصبح نهائي إما بتأييد بصدور محكمة الاستئناف أو بانتهاء مدة الطعن دون الطعن، دون أن تسقط مدة الطعن. إذا سلمنا الحكم يصبح حكم نهائي. أيوة، يجب أن يقوم طالب التنفيذ بالإجراءات التي حددها القانون عليه قبل البدء بتقديم طلب التنفيذ. الشرط الثالث أيضا يجب أن يقدم طلب التنفيذ إلى القاضي مرفق به صورة طبق الأصل من سند التنفيذ، لأن الحكم يجري على صورة طبق الأصل مذيلة بالصيغة التنفيذية، ولا يجري من الأصل، وإنما يتم من صورة طبق الأصل مذيلة طبعا يتم تذييل الحكم الأصل بالصيغة التنفيذية، لكن بعد ذلك يصور الصورة من الأصل، تصور صورة من الأصل المذيل بالصيغة التنفيذية، ويختم عليها بصورة طبق الأصل. لماذا يتم بموجب صورة طبق الأصل ولا يتم بموجب الأصل؟ حتى لا يتعرض الأصل للتلف أو للضياع خلال إجراءات التنفيذ. يبقى بالمحكمة الأصل ما يخرج ولا يخرج داخل الملفات، يبقى داخل المحكمة الأصل، تمام. التنفيذ يجري بموجب صورة طبق الأصل، لأنه خلال التنفيذ والانتقال والسرحة والرجعة والكذا تمام والرمش أحيانا تحصل كوارث في التنفيذ. لطالب التنفيذ النسخة، لأنه يعطى نسختين أصلا. لا، هذا كان زمان، كانوا يعملوا نسختين قبل أن توجد آلات التصوير. الآن نسخة أصلية والنسختين طبق الأصل، النسخة المحكوم عليه والنسخة المحكوم له. هذا من الحكم. وعند التنفيذ بعد التنفيذ بالصيغة التنفيذية تذيل الصيغة التنفيذية الصورة طبق الأصل حق المحكوم له، والمحكوم عليه تصور الصورة طبق الأصل من الأصل، ويصوروها طبق الأصل ويعلنوها به خلال التنفيذ الاختياري، يتم إعلانه بصورة طبق الأصل من السند التنفيذي مذيلا بالصيغة التنفيذية. أما بالنسبة للأصل فلا يسلم لا المحكوم له ولا المحكوم عليه، ويبقى في ملف القضية الأصل، تمام. ويقوم معاون التنفيذ ما يمسك الحكم الأصل، معاون التنفيذ يبقى في ملف الدعوة التي عاد من المحكمة العليا، يفتح له ملف تنفيذ جديد يرفق الحكم طبق الأصل المذيل بالصيغة التنفيذية وطلب التنفيذ والإعلام بالتنفيذ الاختياري والأوامر التي أصدرها القاضي. هذا من الملف، يجلس يحمل الملف هذا معه صالح راجع الأصل ولا يقربه، تمام. أيوة، والملف يكون بالارشيف أو يكون حتى لا يزال في قلم الكتاب، فيبقى الأصل محفوظ في المحكمة كما قلنا، حتى لا يتعرض الأصل للتلف أو للضياع في أي مرحلة من مراحل التنفيذ. هذه المحاضرة الأولى إن شاء الله. سنستكمل معكم بكرة بقية المحاور حول الشروط المتعلقة بمحل التنفيذ والمنفذ ضده. مدة التنفيذ الاختياري إذا كان عادي 7 أيام، وإذا كان معقد 3 أيام. هذه موجودة في نصوص قانون المرافعات. المدد القانونية بنتطرق لها إن شاء الله. يا قاضي معي سؤال، خلاص ختمت المحاضرة إن شاء الله تعالى. هل يجوز للمحكمة الابتدائية أن توقف التنفيذ إذا كان مشمول بالنفاذ المعجل والحكم حكم نهائي مع وجود طعن، والحكم حكم نهائي مشمول بالنفاذ المعجل، طالب التنفيذ مقدم ضمان، هل يجوز؟ لحظة، حصل المسألة الإشكالية. لحظة
نص المادة 294 من قانون المرافعات، نص المادة 294 من قانون المرافعات حدد الحالات التي يكون فيها الطعن يوقف التنفيذ بقوة القانون، يوقف التنفيذ بقوة القانون. قال مع مراعاة أحكام المادة 86 يترتب على الطعن بالنقض ومن باب أولى بالاستئناف وقف التنفيذ في الأحكام وآثارها إذا كانت صادرة في المنازعات الآتية: مسائل الأحوال الشخصية ما عدا ما استثني بهذه المادة، المنازعات العقارية، المنازعات المتعلقة بالإزالة، المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية، المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية. فيما عدا ما تقدم، قال فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم، وللمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك منها في صحيفة الطعن ورأت المحكمة مبررا لذلك. أولا، المحكمة الابتدائية التي تسير بالتنفيذ إذا كان الحكم قد مطعون فيه لا يجوز لها أن تأمر. كان الحكم من السندات التي تخضع للتنفيذ لا يجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ إلا بأمر من المحكمة أعلى درجة المنظور أمامها الطعن. فهمتنا كيف؟ هي التي تأمرها بوقف التنفيذ. طيب هي التي تأمرها بوقف التنفيذ. المسألة طبعا أنا كتبت مرة مقال عن هذا، والنتيجة التي توصلت لها إنه 98% من الأحكام القضائية اليمنية لا تقبل التنفيذ إلا بحكم بات. يعني ما عاد خلى المشرع، ما عاد خليت بالأحكام ما تمكنتنا في النصوص الأولى، الحكم النهائي، الحكم المشمول بالنفاذ المعقد الذي بيسمعك لا يقول لك يعني الأحكام هذه عندك تنفذها.